المكان اللي تربيت بيه اني او العائله اللي ربيت بيها ما اسميها متشدده، بسميها اسلاميه. يعني انا والدي دكتور بالشريعه، ووالدتي نقاب وكذا، ومتدينين يعني. يعني احنا 2000 2001 يلا دخل التلفزيون للبيت يمكن، يعني ايه هذا الرينج. لين كان ممنوع. من انا صغير لازم اروح الصلاة بالجامع، ومرات كان الحج يشاق وياي اذا ما اروح للصلاة بالجامع بالعودة. الطفل اللي عمره 7 سنوات وما يصلي ينضرب بالعودة. فانا واحد من هؤلاء الاطفال اللي كانوا لازم يروحون للجامع يصلون، لازم كل جمعة يصلون، لازم اذا ما يصلي ينضرب، ولازم يحفظ قرآن خاوة غصبا عنه. فقلت لك الجو اللي تربيت به هو جو ديني جدا، عائلة متدينة، عندها حدود كلش هواية، محرمات كلش هواية. فيعني مثلا اعطيك مثال، انا اول كلية يلا حكيت ويا اول بنية بحياتي، حكيت وياها وجه بوجه، لانه ما كنت ملتقي ما اختلط ببنات نهائيا. فمرحلة اولى كلية من طبيت شفت الكلية انه اكو بنات واقدر احكي ويا بنات، فكان الموضوع كلش مخيف بالنسبة لي، انه هاي بنية شلون انا اقدر احكي وياها. هو كان البيئة اللي تربيت بها دينية وعشائرية بنفس الوقت. يعني الأنبار جدا تعرف أنت مجتمع عشائري محافظ، وبنفس الوقت البيت اللي أنا تربيت به هو بيت إسلامي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، الذكور فقط أما الإناث فنرجو الابتعاد عن شاشة التلفاز الكافر الحقير. بالمناسبة هذا واحدة من عقد الطفولة، لأن أنا كنت ممنوع أنه أطول شعري. اكو ليفل معين كان والدي ياخذني الحلاق وهو يقول له يعطي الاوردر سوي كذا وكذا، مو انا اللي اختار. فبعدين استمرت الموضوع عمري 31 سنه 30 سنه 31 سنه، يلا صفنت على الموضوع. انا ليش محتفظ بذاك الستايل القديم نفسه 31 سنه نفس القصه والشعر خفيف، وهذا منه شويه اجيبها هنا فقط. هاي كان احلامي انه يتحرك الشعر. اتصل علي واحد ما اعرفه والله لحد الان، قال لي اخوك بمستشفى، اخوك اسمه عثمان. فكنت كان عمره 11 سنين 11 سنه 10 سنين، راجعين من المدرسه واقع عليهم هاون. وقع الهاون بصفي يعني تقريبا هيك، يبعد عني شبر او اقل من شبر. انشمرت على اسلاك ورجعت قمت، اني ما احس انه اكو شيء بيها. رجعت مشيت طبيعي. اباوع صديقي كان يمشي وياي، فاشرت له قلت له اكو دم برجلك. اباوع من اشرت له ايدي خطوط دم يجري. باوعت ايدي دم، رجلي دم، بطني شو صاير. فمشيت حاولت امشي كانت اكو ثكنه مال جيش الحرس الوطني يسموهم كانوا، خاتل ويرمي عشوائي هيك يعني لا على التعيين. فهم انصابيت مرة ثانية برجلي، دخلت وطلعت بنفس الوقت. جيراننا الله يذكره بالخير ما اعرف موجود ما اعرف وين هسه، شالني هو وشاف الدم خرب، ما تحمل المنظر يعني. رجعت عفت اني وقمت مشيت كملت طريقي. رجع شافنا جيراننا الاخ، هم شالني وداني عاد على البيت. نقلوني المدينة الطب اللي هي المستشفى الحكومي. مستشفى الحكومي قالوا الاهلي ياخذوه خليه يموت بالبيت لانه وضع ما يؤوس منه. وهذا الحكي قدامي صار يعني. انا صفاني قلت يموت بالبيت؟ شنو يموت بالبيت؟ كنت بالشغل راجع من الكليه، كان عندي محل صغير، فاتصل بي جاري اللي لاحقا انقتل ايضا على ايد ميليشيات. اتصل بي قال لي تعال بسرعه اخوك تصوب. فقلت له اي اعرف اخويا مصوب صار له شهرين، شنو الجديد يعني؟ فقال لي لا مو هذا غيره الاخ، وسد التليفون بوقت. بالأربعة 4:30 تقريبا سمعنا صوت انفجار كلش قريب على البيت. طلعنا برا أنا ووالدي نشوف أخويا، بس يعني هاون هم واقع بالحديقة مالتنا، هو كان بالحديقة متدمر كلش فد مرة يعني. ما بي أي أمل لأنه باقي بيه شغلات بسيطة كلش. هذا الموضوع يعني
شفته انا صدمت، لا مو اخويا هذا. فدخلت بوقتها هذه اول مره بحياتي كنت اشوف ابويا هذا العنيف والعصبي والمؤمن كان منهار من البكي. فلقيت هيك مكان صغير، باب بالباب، آثار انفجار داير ما دايره، بالحائط شظايا، والجام مكسر مال البيت. أهلي جوا أسمعهم يبكون، ووالدي أيضا يبكي. فمن مش مستوعب الآن واحد قال لي، كان أكو بقايا مال إنسان، قال لي هذا أخوك. كلش تأثر بلحظتها أحمد. ما تحمل يشوف هيك موقف. شفته واقف بالصفحة الثانية، كان اكو بناء جدار هيك بسيط، فأحمد ضربه بإيده قال ليش هيك؟ يعني هذا الموضوع كلش أثر. وزايدا أبويا، أنا أول مرة أشوف أبويا يبكي. ما كنت يعني هاي الأيام كلها عمري 14 سنة ما شفت أبويا بكى بأي وقت. يعني هو هذا المنظر الوحيد اللي شفت أبوي يبكي فيه. وهذا الشيء يعني ما نقول غير الحمد لله. بس كانت هذا كان يوم أسود، من وحدة من أيام حياتي السوداء. عمره 14 سنة كان بوقتها، 15. وما لقينا، لمينا بكيس، حرفيا لمينا بكيس. واتمنى والدتي ما تشوف هذا الدوكيومنتري، ما راح اشوف اياه، بس والدتي حتى اقنعها انه هو دفناه كامل، حشينا النعش قطن حتى يظهر على شكل انسان، ولما نفتح النعش تشوف واحد وتصدق انه هو ابنها. أخواتي 3، واحدة منهم التوم مال اللي استشهد، التوم مال معاذ. فهذا يعني هاي أكثر شخص تأثر من بين العائلة. ب 2007 شهر 7 أو 8 طلع والدي دا يجيب. والدي كان تقريبا الكبير مال المنطقة. مثلا كانوا اكو جوارينا من غير مناطق لأسباب طائفية بعد ما يقدرون يجون لهاي المنطقة، فأجر بيوتهم لناس آخرين، وكان كل شهر يجمع الإيجارات ويروح المنطقة محايدة كانت بين هاي المنطقتين، يعطيهم الإيجارات مال جوارينا. فهذا السبب اعتبروه انه دا يمول الشيعة، فخطفوه على هذا الاساس. خطفوه لانه هو مجرد دا يساعد جوارينه فقط، كل ما يسوي يعني مجرد دا يسوي واجبه اللي ممكن اي واحد ممكن يسويه للجوارين. مين خطف؟ تنظيم القاعده بوقتها. هو كان عنده بدايه فشل كلوي، وكان يعني عارفين الموضوع صار لنا اسبوع 10 ايام، مو هو يعني. فالدكتور قال له اكو علاج لازم تستخدمه دائما، لانه انت حالتك متاخره ولازم تبدي تعالج قبل ما تغسل. فبالخطف من التعذيب وقفت كليته. طلعوه اعتقد لانه من وصلنا هو كان يعني اولموست ديد، يعني ميت، ما ظل من عنده شيء يعني. وكان يرفض انه يقول احد عذبني، طبعا يرفض يقول احد ضربني، بس جسمه كان هيك هذا اللون. طلعوه، وثاني يوم الصبح اكتشفنا انه كليته واقفه، يعني راح يموت. قالوا قدامكم يعني فتره معينه، يا اما تلحقون تغسلوا له يا اما راح يتوفى. غسلنا له وحاولنا انه يتعالج، وما تعالج وتوفى من اثر الموضوع. انا 2006 هربت رسميا، يعني طلعت من البيت خلاص بعد ما ارجع، وما رجعت البيت ابد. ما قدرت اعيش ما قدرت ادخل للبيت اللي نفسه اللي انقتل به اخوي. اريد من شغلي انه ما اريد اللي صار بي يصير بالناس، ما اريد اللي صار بي يصير بصديقي او بجوارينا او باقربائي او باي واحد. ما اريد احد يفقد احد بعد لاسباب سخيفه. اتمنى انه يكون احد وسائل التغيير، راح اذب كل طاقتي وكل جهدي انه يكون احد وسائل التغيير بطريقه او باخرى، لانه ما اريد الناس تشوف الليالي السوداء اللي انا عشتها. اسوي يعني حتى اقدر اكمل، لانه بعدين وراهم صارت مصايب. ابن عمي وعمي ابن عمي اللي كنت عايش وياه اللي انقتل، وعمي اللي هم كنت عايش وياه بنفس البيت، يعني اللي من 2006 من طلعت من بيتنا رحت يمهم عشت.
ابن عمي كان هو اللي صار بمثابة اخويا، فقدر ينسيني شوية شوية. بمناسبة ابن عمي استخدم سياسة انه يضحكني حتى اتجاوز المصيبة. فصار انفجار، فاتصلت بيه قال لي ماكو شيء، يعني بيت عمي الاخ كان. فنمت عادي، صحوني الصبح على 6 الفجر قالوا لي مصطفى استشهد. اللي صار انه رجع، كان صاعد ببايسكل، رجع البايسكل وحده ما رجع مصطفى، لانه الانفجار اللي صار، العبوه اللي صارت استهدفته وحده واستشهد على اثرها. هذه كانت ايضا صدمة جديدة وضربة قاضية اخرى، هم وقعتني فترة، وعلى اثرها قررت انه خلاص بعد ما اقدر استحمل وابقى بالعراق يعني. بعدين 2013 2014 شهر التاسع، ابو مصطفى عمي اللي كان عقيد بالجيش العراقي طيار، ايضا بباب البيت مسلحين قتلوه اللي هم داعش. اثنين على ماطور صاعدين. هو كان هسه كمل صلاة المغرب، فقاعدين بالشارع دا ينتظرون انه تصير صلاة العشاء وهيك شيء. بهاي الاثناء، بهذا الوقت اجوا عليه، صاحوا باسمه عقيد ستار، فندار عليهم، ضربوه تقريبا خمس طلقات. عمي اللي وعدني باليوم اللي توفى والدي ب 2008 بوعد، وقال لي بالحرف الواحد طول ما اني موجود، يعني ابوك موجود، انا حزام ظهرك. بس عمي اخلف الوعد وياي وعافني وراح للاكرم مني ومنه ومن الكل. ومثل ما شفتوا احنا حاولنا نضحك ونضحككم، لبست رباط اخضر، بلكي الله يسوي دربنا ودرب العراقيين اخضر. انا حتى اقدر اتعايش ويا الموضوع بصوره طبيعيه، انا حاطن كل هذين الذكريات هيك بخانه صغيره بمخي وقافل عليها الباب ما افتحها ابد. كل ما يجي على براسي الموضوع احاول اتناساه، لانه اللحظات، لحظات التشييع، لحظات الدفن، لحظات الفاتحه، لحظات ثاني يوم الصبح لما تقعد وتحس انه الموضوع ترى كان مو حلم، الموضوع حقيقه، وفعلا بعد ما تشوف الناس هذول اللي تحبهم انت، لحظات الفراق، لحظات تتفرج على الصور. انا الصور كلها مسحتها، الذكريات اللي تتعلق بينا كلها ذبيتها، ما خليت اي شيء يربطني بيهم.